بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسن بن علي الإمام الحليم والصادق الكريم السيد القائد والعابد الزاهد والوصي الخليفة الطهر الطاهر الطيب المبارك والرضي المرضي والتقي الهادي المهدي الزاهد الذائد المجاهد العالم إمام الهدى صبط الرسول وقرة عين البتول ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول الرواية: لما تم زواج إمامنا علي بن أبي طالب بالسيدة البتول فاطمة الزهراء عليها السلام تهلل وجه رسول الله فرحا مسرورا وزاد بهاء ونورا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله أزواجه بأن يزين فاطمة عليها السلام ويطيبنها للزفاف. ولما زفت فاطمة إلى مولانا أمير المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وآله أمامها وجبرائيل عن يمينها وميكائيل عن يسارها و70,000 ملك خلفها كرامة لبنت رسول الله. هلا بيهم صلى الله. وهكذا تم الزواج الميمون المبارك، فكانت عليها السلام بهجة علي ومهجته، وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول عنها: لقد كنت أنظر إلى فاطمة فتنكشف عني الهموم والأحزان، وما إن مضت الليالي والأيام حتى اقترن مولانا أمير المؤمنين بفاطمة وحملت بالحفيد الأول ابن رسول الله صلى الله. وتتابعت الليالي والأيام، فلما أراد الله سبحانه أن يظهره إلى عالم الدنيا أوحى الله إلى الجنان أن تزخرفي، وإلى الحور العين أن تزيني، وإلى شجرة طوبى أن انثر الحلي والحلل، كل ذلك كرامة لسبط رسول الله صلى الله عليه. وفي السنة 3 للهجرة المشرفة في منتصف شهر الله، في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والبركة، دنت ساعة ولادتها وهي في غاية الفرح والسرور، فحضرت عندها أم سلمة وأسماء بنت عميس، وهبطن عليها نساء من الجنة وهن في غاية الحسن والجمال. يا مستمعين النظام صلوا على تمام محمد. وكانت عليها السلام قد هيأت لوليدها الحسن خرقة من حرير الجنة، كان جبرائيل عليه السلام قد أعطاها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فجلسنا الحور حولها يأنسون بالحديث معها، وبينما هن متفكرات في نورها وجمالها إذ امتلأ البيت ضياء ونورا، وعبقت فيه روائح الجنان، وإذا ساجدا. ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات طيبك الله من طيب الجنة محمد علي بن أبي طالب عليك أصلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. اللهم صل على محمد.
كنت قد أعددت قصيدتين، إحداهما لشاعر سيهاتي والآخر قطيفة، فلازم تختار عمي أبو سجاد. نختار نجيب حق القطيف ولا السيهاتي؟ السيهاتي يقول مفضل حبيب السهو: يا زوار الحسن وياكم اخذوني، يا زوار الحسن يا زوار الحسن زوار الحسن ياكم. اي يا شيخ المكارم يا مضيف الجود، خطارك وصل وشفه إليك ممدود، يا ابو محمد نخيتك يا حليف الزود، قصدتك استغيث وادري تغيثوني، يا زوار الحسن ياكم خذوني، يا زوار الحسن. مولاي عطشان وقصدتك قلبي بجراحه، عاطتني الصحاري وخيمتك واحه، أشعر يا الحسن ابن أخوتك راحه، وبدال المذلة رفعة انطوني، يا زوار. الله يجمعنا وياكم يا الله. خذوني يا زوار الحسن. اي يا فنجان الكرم يا قهوة النخوة، من هيلك أشم من ريحة العزوة، أشعر بالفخر من جودك تقهوى، وعلى راس الملك وقفوا يقهوني، يا زوار الحسن. هلا بيهم. واخذوني يا زوار الحسن. اي مضيف الله مضيفك يا اخو زينب، وكاسة الكرام برحمتك تنصب، يا علوم المراجل عندي هالمطلب، طحت بمشكلة ورايد تسندوني، يا زوار الحسن يا زوار الحسن. اجيتك شايل شموعي وآمالي، وابعث لك رسالة بأولي وتالي، إلى حضرة جناب الوالي الغالي، ممكن يا الحسن عندكم توظفوني، يا زوار الحسن يا زوار الحسن. يا زوار الحسن وياكم اخذوني، يا زوار الحسن. يقول عطشان وقصدتك قلبي بجراحه، حاطتني الصحاري وخيمتك واحه، أشعر يا الحسن ابن أخوتك راحه، وبدال المذلة رفعة انطوني، يا زوار الحسن من زوار الحسن ياكم. ختاما يا إلهي وربي يدم على المؤمنين عمرا هنيا.